Et le pays hôte en Algérie, ça s'était très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. قبل نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال، خرجت الفيدرالية السنغالية لكرة القدم ببيان ناري يتحدث عن اختلالات تنظيمية وأمنية في المغرب. للوهلة الأولى قد يبدو الأمر مجرد احتجاج، لكن الحقيقة أعمق بكثير. فالبيان لم يكتفي بالحديث عن الأمن أو الإقامة، بل وجه ضغطا نفسيا مباشرا على اللاعبين المغاربة، وكأن الهدف هو زعزعة تركيزهم قبل دخول أرض الملعب. هذه الرسائل لا تؤثر فقط على التنظيم، بل تزرع في ذهن اللاعبين فكرة أن الظروف غير عادلة، وهو ما قد ينعكس على أدائهم. Le pays hôte en Algérie, ça s'était très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien. Les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant personne ne regardait, aujourd'hui on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. والأدهى من ذلك أن المدرب باب تياو أقحم الجزائر في الموضوع، وهنا لم يعد الضغط موجها للاعبين فقط، بل أصبح موجها للجمهور المغربي أيضا. فذكر الجزائر في هذا السياق يحول المباراة من منافسة رياضية إلى ساحة مشحونة بالعواطف السياسية، ويغذي التوتر في المدرجات وبين الجماهير. لكن المفاجأة جاءت لاحقا. وزارة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج أصدرت بيانا رسميا حاولت فيه تهدئة الأجواء، مؤكدة أن هذه المباراة هي مناسبة للاحتفال بالأخوة بين المغرب والسنغال، وأن الروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين أقوى من أي خلاف. لكن المفارقة الكبرى هي أن الفيدرالية السنغالية لكرة القدم تهاجم المغرب، وهي تحلم أن النسخة المقبلة من كأس إفريقيا ستقام على أرض السنغال. فإذا كانت اليوم تشتكي وتصعد، فماذا ستفعل غدا؟ هل ستكون قادرة على تقديم نموذج أفضل، أم أن هذه التصريحات مجرد مناورة إعلامية لتهيئة الأعذار مسبقا عند خسارة السنغال؟ لكن على الفيدرالية السنغالية لكرة القدم أن تعلم جيدا أنه من يزرع الشك في تنظيم المغرب عليه أن يثبت غدا أنه قادر على تنظيم بطولة أحسن وأفضل بلا عيوب، وإلا فالتاريخ سيفضح تناقضاته. From the streets of Marrakech to the blue of Chefchaouen, I'm chasing dreams under skies so bold, and it's all life. The colors ignite. Every step feels like a dance in the night. Oh, the desert whispers, the stars align. I'm searching for a love that's truly mine. Through the endless mountains, the ocean's embrace, I'll find my joy in this magical place. Ya Lily